ايه اللي يوصل للمرحله دي؟ طيب هو بداية كده الأمهات أو السيدات الجرائم عندهم أقل من الرجال، ولكن لما بيحصل جرائم قتل عندهم بيبقى في أفراد الأسرة أكتر من الناس اللي بره، فيبقى نسبة تلتهم تقريبا الإصابات اللي عندهم والأذى اللي هيوقعوه على أولادهم أو على أزواجهم او على افراد الاسره، امها والدها وهكذا. الاسباب بقى الحقيقه اللي بتخلي ان ده يحصل، هو في جزء منها يكون مرض نفسي، ولكن في اسباب تانية زي بعض الامهات اللي بتشوف ان ده ايثار وان انا كده بنقذ ابني من زي ما حضرتك كده بتقولي انها نهايه العالم، وزي ما كنا قاعدين الشهر اللي فات الناس تتكلم على نهايه العالم وان هيبقى في حرب نوويه وهنعمل ايه مع التراب الذري والكلام ده. فهي في امهات بتبتدي تصدق الكلام جدا والتوتر يعلى قوي، وتشوف ان هي كده بتنقذ ولادها من مصير محتم هيقعوا فيه لما نفتقر او لما ان يحصل حرب او ان هم المستقبل سواد، فتقرر انها تنقلهم للجنه علشان يستمتعوا في الجنه بدل ما هم مأذيين من الدنيا. او انها تكون بتنتقم من طليقها، ودي حوادث كتير الحقيقه، بتنتقم من طليقها فقررت ان هي تقتل الولاد، وساعات تختار الطفل اللي هو بيحبه ومتعلق بيه فتقتله له هو ده تحديدا عشان تأذيه. او ممكن تبقى الام كمان عندها الطفل نفسه مش مرغوب فيه، زي طفل عنده اعاقات ذهنيه او اعاقات حركيه، او ان هو طفل جاي من علاقه خارج اطار الزواج مش ابن جوزها، او انه طفل ولا بنت وهي يعني على بنات كتير وهي عايزه ولد بقى، فبتقوم بالجريمه دي. يعني ما هو برضو ايوه، يعني فين انا مشاعري كايه؟ يعني ده انا لو مرات اب مش هقدر اعمل كده مع حد. يعني في عندي حاله ام رمت بنتها من البلكونه عشان اتاخرت، هل ده طبيعي ولا دي نرجسيه ولا ده مرض نفسي؟ بالظبط كده، هو في بعضهم هم كلهم هيبقوا جوه فكره ان في امراض نفسيه، ولكن هيبقى في مسؤوليه جنائيه او لا ده يتوقف على المرض النفسي ونوعه. فمثلا اللي رمت بنتها من البلكونه والست ما كانش عندها اي مشاكل غير انها متعصبه، فهنا لا، هو الموضوع كده خارج الاطار. احنا متخيلين ان دايما كلنا ان الطبيعي ان الام تبقى هي مصدر الحنان والامان والعطف، ولكن ساعات امهات كتير جدا على فكره ما قتلوش ولادهم ولكن عندهم انانيه مفرطه، فهي اول ما بتطلق بترمي له العيال وما بتسالش عنهم تاني وكانها ورقه وده نوع من انواع القتل، ده قتل نفسي وقتل معنوي. يعني احنا بنتخيل ان ده الطبيعي ان الام تكون بتحب ولادها، ولكن في برضه جزء حتى لو مش مرضى نفسيين ولكن حبهم لذاتهم اكتر كتير، فبالتالي هي بتفضل مصلحتها كل مره وبتختار نفسها. طب هل ممكن يكون السبب الفقر او الحاله الاقتصاديه تعمل كده في الام، ولا لازم يكون في مرض نفسي؟ هي الحاله الاقتصاديه في حالات كتير جدا بتكون هي السبب انها تضغط الام نفسيا جدا، او الاب كمان، لان كان في حادثه من كام سنه اب قتل ولاده الثلاثه علشان يحميهم من الفقر بعد ما هو افتقر من مستوى عالي جدا وخسر كل حاجه، فحماهم من الفقر بانه قتلهم كلهم وحاول ينتحر. ده بقى قله دين وعلاقته بربنا، ولا جات له حاله بسبب الفقر او الصدمه اللي جات له صدمه وتشوك نفسي فعمل ده؟ اصل انا مش قادره اتخيل ان في انسان طبيعي وام طبيعيه سويه حصل لها موقف مادي اقتصادي، وكلنا في مواقف صعبه، اوصل ان انا ارمي ابني من البل. اصلا ده فعل يعني ضخم. ايوه، يعني انا لو سويه مش هقدر اعمل حاجه زي كده. ما هو احنا هنقول ان هو جزء منه فيه ضعف ايمان، ده جزء منه انه مش متوكل، انه عارف ان بالحسابات والورقه والقلم بتقول ان 1 2 كده يبقى انا خسران، يبقى العيال دي مستقبلها اسود مفيش امل، فبالتالي ده جزء ضعف ايمان. وفي الجزء الثاني ان ضعف الايمان ده مصاحب بمرض نفسي، فالمرض النفسي خلاه يشوف الدنيا سواد قوي وان مفيش امل ابدا، وان هو الحل الوحيد اللي مخه تفتق عنه وذهنه تفتق عنه ملوش اختيارات بديله. ممكن يكون نوع من المرض النفسي ده يا دكتور؟ لو الاكتئاب شديد هيبقى يعني شايف الدنيا سودا ومفيش امل. الاكتئاب بيوصل ان انا اقتل كنوع من انواع المرض. الاكتئاب بيوصل للانتحار، فممكن الام بتعتبر الولاد دول جزء منها، فهي قبل ما تموت كان في حادثه من سنتين كده ام قتلت ولادها الثلاثه عشان حاسه انها مقصره جدا في رعايتهم وفي حبهم وفي دعمهم. انها تقتل ولادها مش بتقتل نفسها، طب ما تقتلي قتلت نفسها معاهم في الاخر. بس الاب رجع كان لقى الاسره كلها اتدمرت. لا اله الا الله. ده كان من قريب من سنتين كده تقريبا. طب تعالى ناخد الاتصال ده. معانا ايه من الدقهليه. مساء العسل يا استاذه مروه. مساء الفل يا ايه، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا بحبك جدا وبحييكي على برنامجك الجميل. الله يخليكي. وادوارك اللي في التمثيل اجمل برضه. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. انا عايزه اقول رايي في الموضوع ده. يا ريت. هو الموضوع مع احترامي للدكتوره، انا بحب علم النفس وكل حاجه وبسمع الدكاتره، بس دوت انعدام قيم اخلاق، انعدام دين،
في المقام الاول، شخصيه بتبرر الفقر او الحاله الاقتصاديه او المشكله ان هي تخلص منهم، وهي طلع ممكن تكون هي ترتيبات عندها في دماغها في الاول، وساوس شيطانيه عايزه تخلص منهم لان هي مش قادره تتحمل مسؤوليتهم. دي الاسباب. والاكتئاب اغلبيته، انا كآية او كده تعرضت للاكتئاب كتير، كنت انا اللي بميل للانتحار، مش بقتل اللي حواليا. هي ممكن دي انت درستي ثواني يا آية، انت درستي علم نفس؟ درستي طب نفسي؟ درستي طب نفسي يعني؟ لا، درست علم نفس وسمعت الدكاتره كتير وكده في الموضوع ده، فاهمه شويه. انت متخيله ان هو طبعا انا ممكن ارد بالنيابه عنك ولا حضرتك عايزه تردي؟ زي ما حضرتك تحبي. لا طب ردي وانا هرد. طيب، هو الكلام جميل فعلا، ولكن نظرة آية للأسف هو ان الشخص هو اللي عنده العيب دايما وفي مشكلة. احنا بنشوف ده للأسف حوادث في أهالي وأمهات مهتمية بولادها جدا وبتحبهم جدا، وكل الناس بتشهد لها باهتمامها وبرعايتها. فما ينفعش نقول اصل هي ما كانت عايزه تخلص من المسؤوليه فقتلتهم، ولكن هي كانت السيده بتاعت تقريبا كانت القليوبيه او محافظه كده اللي قتلت ولادها دول، كان احساس تانيب الضمير في الاكتئاب شديد جدا. وللاسف بقى لان البيئه المصريه زي برضو ما هي تفضلت كده ما بتتفهمش فكره المرض النفسي، لا ده انت اللي عندك العيب، ده انت اللي عندك المشكله، فما بندورش على علاج. وهي ممكن تكون اتكلمت في افكار ان انا حاسه اني باذي العيال دي، انا ممكن اذيهم، انا بيجي لي افكار ان انا اذيهم، فيبقى الرد اسكتي يصلي على النبي، ما فيش حاجه كده، ما فيش ام بتاذي عيالها، ما فيش حد بيعمل حاجه، كبري دماغك، اتشغلي بس انت في حياتك، ونبتدي نسكتها علشان ما يبقاش عندنا مسكنات سلبيه. بالظبط، وصمه المرض النفسي زي ما بنقول. فما ندورش على علاج ونسكت لغايه ما يبقى الموضوع بجريمه، ساعتها هتتعالج غصب عننا كلنا بقى. انا هاخد منك المايك. انا عايزه اقول لك يا ايه، طبعا مع احترامي انك انت قاريه علم نفس او دارسه طب، بس انا اشك ان انت تكوني، لانك لو دارسه طب نفسي هتكتشفي او هتقولي لا في حاجه اسمها مرض نفسي. هو في بعد عن الدين، نوع من انواع البعد عن الدين طبعا، لانك طول ما انت قريبه من ربنا الاكتئاب بيقل عندك، فرص الاكتئاب. ولكن تعالي اقول لك بره ما لهمش علاقه بالدين وما بيرموش ولادهم وما بيقتلوش اولادهم، فالموضوع مش موضوع دين. يعني في بره ناس فقراء جدا وغير مسلمين وما بيعملوش الجرائم دي. فهو انا اعتقد ان هو يندرج يا آية تحت الطب النفسي او تحت الحاله النفسيه، لان اي مكان لازم يبقى فيه خلل نفسي. بس هو الجرائم دي بتحصل في كل دول العالم، جرائم الامهات. حركتيني انت كده طيب. انت كده اصل هو للاسف هو بيحصل فعلا في كل دول العالم. بس احنا بقى متفقين ان الاكتئاب ملوش علاقه بالدين، يعني ده لخبطه في كيمياء المخ ومرض جيني، وبيمشي في اسر بتبقى الام مكتئبه وتولد واولاد في المستقبل نلاقي البنت مكتئبه وعندهم اكتئاب شديد، فما ينفعش نقول عشان هم ما بيصلوش. طب برافو. بس انا عايزه اسال سؤال بقى مهم جدا. حصلت الجريمه ومسكنا الاب او مسكنا الام، بيحصل ايه؟ بتعاقب ولا بيجي لها دكتور نفساني؟ لا، بتتحجز الاول في مستشفى العباسيه في قسم الطب الشرعي، مش في مستشفى مفتوح، في قسم الطب الشرعي. الاول المحامي المفروض انه بيدفع بالجنون او انه بيقول ان السبب الحادثه المرض النفسي، فساعتها بتتحط تحت رعايه الدكاتره هناك ومن غير ادويه ولا اي حاجه، بتبقى تحت ملاحظه 40 يوم وبيتكتب تقارير وبيجي لها لجنه من اساتذه الطب النفسي، لجنه موثقه في لجنه الطب الشرعي، اساتذه موثقين هناك، يعني مش اي حد بيجي، ناس معينين بالجن ليها اسامي وبيكشفوا عليها وبيعملوا تقاريرهم، والتقرير بعد كده بيطلع في الاخر للقضاء علشان ينظر فيه ويبت في حكمه. ايوه، لما حسب بقى لو هي طلعت مريضه نفسيا فساعتها بتفضل موجوده في المستشفى محجوزه من غير ما تطلع خالص، محجوزه كمريضه، تفضل تتعالج بقى لغايه ما يبقوا يقرروا بعد سنين ان هي بقت كويسه او لا. لكن لو مش مريضه بتتحجز بقى، يطبق عليها العقوبه بقى، سواء اعدام ايا كان اللي هيحصل. تعالى نتكلم في الشقين. لو طلعت مريضه بتتحجز وبتتعالج، بعضهم بيتعالج حسب شده المرض النفسي. يعني مثلا في بعض الامراض الفصاميه بيبقى في اصوات بتديها اوامر، ارمي الولد ده، ارمي الولد ده، ارمي الولد ده، فاستجابه بتتعالج ان هي يعني ممكن توصل حسب الشده برضه. ما هو في ناس بتتعالج وبتخف تماما وبتندم جدا على اللي عملته ده بعدها، فيجي لها مرض بقى اكتئاب بقى. ما هي جايه لها اكتئاب بقى، انا زي عملت كده بالظبط. يعني بعضهم كده، يعني لو بتنتقم من جوزها بعد شويه بتفوق لنفسها وبتبتدي يجي لها اكتئاب طبعا. طب تعال ناخد راي الدين. معانا الشيخ علي المطيعي من علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا فضيله الشيخ، ازي حضرتك؟ الو. ايوه فضيله الشيخ.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول مرحبا بحضرتك ومرحبا بضيوفك الكرام. دكتورة صفاء مع حضرتك وأهلا بحضرتك. أكيد أنت معانا في موضوع النهاردة وهو جرائم قتل الأب والأم لأولادهم أو سواء العكس. تمام. هل ده سؤالي، هل ده من وجهة نظرك يندرج تحت أمراض نفسية، فقر، بعد عن الدين وعن ربنا؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا الجرائم دي هي لم تكن موجودة بهذا الشكل من قبل لعدة أسباب. أولا يمكن حضرتك أشرتي، أولها غياب الدين. غياب الدين يجعل من الوالد أو من الوالدة أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويصيبه اليأس ويصيبه القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا ما أصابه شيء ظن أنه استشكل عليه وصعب عليه، وبالذات ما يحدث في هذه الحياة من ضيق في بعض الأرزاق أو بعض الناس عندها مشاكل اقتصادية يمرون بها، يؤدي إلى هذا لأنه يعتبر غياب الدين. يعني هو سبب بعدنا عن الدين بيؤدي للاكتئاب ربنا سبحانه وتعالى والقنوط، يقول فبتحصل الحوادث دي. مظبوط كده. ربنا بيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أو فقر. والإملاق يعني الفقر. فربنا سبحانه وتعالى في علمه إن في ناس يخشون على أنفسهم وعلى أبنائهم الفقر فيقتلون أبنائهم. طب معلش يا فضيلة الشيخ أسألك سؤال، لو القاتل ده مريض نفسيا، عنده اكتئاب بقى، عنده خلل نفسي، هل ده قدام ربنا يعني دينيا هل ربنا يغفر له او يعني ولا هيبقى معاقب؟ يعني ربنا لو انه مريض منه نفسيا وصل الى حد الجنون او حد الاكتئاب ليس على المجنون حرج، حتى لو قتل، حتى لو قتل ليس عليه حرج طبعا. لو وصل انه حاله نفسيه واصابه الاكتئاب، لانه حتى لو قتل نفسه ممكن مريض الاكتئاب ممكن يقتل نفسه. ما تبقاش انتحار عند ربنا مثلا. ما هوش انتحار، لانه هو في الحاله دي هو مريض، ونحن ما نقدرش نحكم على حد لان لن نشق عن قلوب الناس. هو عمل ده لانه مريض ولا عمل ده لانه يأس وقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله، ما نبقاش نوصلش لاي حاجه وحشه تاني. شكرا جدا فضيله الشيخ. بشكر فضيله الشيخ علي المطيعي من علماء الازهر، وبرجع تاني لدكتوره صفاء حموده. صفاء حمود، صح؟ انا بقول الاسم صح عشان فضيله الشيخ قال ان السبب الرئيسي بيبقى هندرجها بعد عن الدين بيؤدي الى اكتئاب او امراض نفسيه بيؤدي الى جريمه او اي المكان اللي احنا بنتكلم فيه. هي كل الامراض النفسيه ليها علاقه بان انا بعيده عن ربنا او بعيده عن الدين، ولا دي مالهاش علاقه؟ هو احنا نتفق على ان الابحاث العلميه اللي عملناها في الفتره الاخيره ومن سنين كمان من اقدم من كده على ان العبادات الروحيه وممارسه الشعائر الروحانيه سواء كانت بقى اسلام، بوذيه، ايا كان الدين اللي بيمارسه الشخص، فكره ان في اله وراك وان في قوه خفيه هتقدر تساعدك على ان هي تدعمك وتقف في صفك، ده بيقلل جدا التوتر وبيقلل القلق وبيحسن من جوده الحياه وبيقلل كمان من حدوث الامراض النفسيه في الاشخاص. ولكن احنا بنتكلم على ان في جزء جيني موجود، في بعض الاوقات بيكون الجزء الجيني عالي جدا لدرجه يعني واخد مثلا الجين من الاب ومن الام، فهو هيبقى جين جيناتيكال اكسبريسد او جين هيبان وهيظهر عليه المرض في كل الاحوال. نقص الدين ده جزء ممكن يشارك في حدوث المرض او انه من العوامل الضاغطه اللي ممكن تسبب بعد كده ان المرض يظهر. في بعض الناس عندها نقص دين ولكنها مش مكتئبه لان هي ما عندهاش جين اكتئاب اصلا، فبالتالي امورها ماشيه عادي. يعني الاكتئاب ده جين؟
طبعا كل الامراض النفسيه ليها جزء جيني وجزء اجتماعي، الضغوط اللي بنتعرض ليها، وجزء الشخصيه نفسها وتكون الشخصيه. في ناس شخصياتها اكتئابيه اصلا فدول اكثر عرضه للاكتئاب، في ناس متفائله وشخصيتها كويسه فهيبقى اكثر عرضه لانه يعني اقل من انه يجيله اكتئاب. يعني المرض النفسي بنسبه كام في الميه هو مرض وراثي؟ حسب كل مرض وليه نسبته، والمشكله هنا انه ما بيبقاش، احنا دايما الامراض النفسيه مش ليها حاجه واحده مسببه، هو ليه كذا عوامل، 3 عوامل متداخلين زي ما قلنا، واحد جزء جيني، والعامل الثاني الشخصيه نفسها قبل المرض، والعامل الثالث الظروف الاجتماعيه والضغوط اللي حطته في الحته دي. فمثلا لو السيده اللي هي مثلا قتلت ولادها اخر حادثه كان حواليها دعم نفسي كويس والعيله كانت متواصله معاها والناس بتدعمها، كان هيبقى ضغط الفقر ده اقل شويتين وكانت هيبقى ادائها افضل، ممكن ما كناش نوصل للنتيجه اللي وصلنا لها. انت بتقولي اللي بيعمل الحادثه بيتحجز في المستشفى، ويا اما بيطلع مريض نفسي وبيتعالج حتى لو سنين طويله، يا اما لو مش بيطلع مريض نفسي بيتحكم عليه. اذا هناك ناس مش امراض عليهم طبعا، ما عندهمش امراض نفسيه وقتلوا اولادهم، ده يبقى تحت مسمى ايه؟ دول بيبقوا مين؟ بني ادمين دول عاديين؟ ما هو مثلا في حادثه كانت من قريب برضو، سيده اتفقت مع عشيقها وقتلت جوزها واولادها ال3 بكامل ارادتها وكامل وعيها، حطت لهم سم في العصير وقتلتهم كلهم. هي عملت ده ليه؟ عملت ده علشان مش عشان مريضه نفسيا، ولكن هي شايفه مصلحتها ورتبت الجريمه وظبطت امورها وقررت انها تخلص منهم كلهم عشان تبدا من جديد. فدي مجرمه، دي لازم يعني دي ما عندهاش مرض نفسي يؤدي، احنا مش كل الامراض النفسيه يعني دي عندها اضطراب شخصيه مضاده للمجتمع. هل السيده دي مش هيتحكم عليها كمجرمه؟ لا، مجرمه عادي جدا. ما هو الاشخاص النصابين دول شخصيات مضاده للمجتمع، فهل ساعتها مش هنحاكمهم بناء على ان هم شخصيات مضاده للمجتمع وعندهم اضطراب نفسي والقيم الاخلاقيه عندهم مش موجوده؟ لا، هيتحاسبوا طبعا عادي ويتحاكموا عادي جدا كمجرمين. انا بصراحه اصلا انا مذهوله، انا مش قادره يعني اتخيل ان في حد ممكن يعني لا يعني ما عنديش تبرير ان هو لازم يبقى مريض نفسيا. لا، في تبريرات كتير. امبارح كان اب متعصب مع ولاده في العربيه، ضرب مراته والطفل الصغير والطفل الثالث، واحد مات وهي والولد يعني عاشوا، ضربهم برصاص مع سلاح جوه العربيه وقتلهم وهو قاعد عشان تعصب بس. طب ممكن يعني انا ما عنديش جين وراثي، بس انا عندي مثلا شفت ابويا وامي كان في عنف ده ممكن وانا طبيعي وانا طفل يتولد عندي هذا العنف واعمله مع اولادي لما اكبر؟ طبعا، لان احنا في جزء من التربيه هو النمذجه، ان انا ادي نموذج. فكل ما هدي نموذج ان العنف بيحل، ولما الام بتتضرب مثلا عشان صوتها عالي فخلاص هي هديت وصوتها وطي وبقت مؤدبه وخافت، فخلاص هو هياخد هذا النموذج ويبتدي يطبقه في حياته علشان يتحكم زي ما والده كان بيتحكم، لان ده نموذج بالنسبه له ناجح. طب انا دلوقتي عرفت معلومه ان انا لو مريضه نفسيا مش هيتحكم عليا. طب ما ممكن اي حد يلعب اللعبه دي ويعمل لعبه ان هو مريض نفسي، ما هو علشان يطلع من الموضوع بالظبط، ما هو عشان وده حاجه تخوف. الجريمه وشكل الجريمه، يعني الجريمه وشكلها والترتيب ليها، الاحداث اللي اتسمعت وكل ده بيودينا اذا كان ده مرض نفسي او لا. والست دي زي ما قلنا، لو لما المحامي بيقول ان هي بيدفع بالجنون او بيقول انها مجنونه عشان بيدفع ان المرض النفسي دخلها ان هي ينقذها يعني من حبل المشنقه، بتتحط تحت الملاحظه هناك وتحت ملاحظه اطباء وتمريض، وبيشوفوا الملاحظات وفي كاميرات في العنابر. تقدروا رغم اي تمثيليه ممكن تحصل عليكم تكتشفوا التمثيليه، لان كمان القرار النهائي بيبقى للدكاتره الملاحظين و3 اساتذه مش متقابلين مع بعض، كل واحد بيقابل الحاله وبيقرا تقارير الحادثه وبيشوف التفاصيل وبيسال في التفاصيل ويربط الاحداث. فالموضوع ما بيبقاش مجرد اصلها قتلت عيالها، لا، ما احنا ما نقدرش نقبل ان ام تقتل عيالها يبقى اكيد هي مريضه، ما بتمشيش كده. يعني رغم يعني بيحصل كونسولت طبي سليم جدا، طبعا مفيش اي، وفي الاخر الراي النهائي للقضاء اذا كان هو شايف ان الجريمه دي تستحق ان هي تعدم، ولا ان هي لا، هي فعلا ممكن يعني مريضه نفسيا ومصدق الراي الاطباء في الاخر. والله يعني انا مش عارفه اقول ايه في الحالات اللي احنا بنسمع عنها دي، حالات محزنه جدا، واتمنى انها ما تبقاش منتشره او نوقفها. طب احنا ازاي نحد من الموضوع ده يا دكتور؟ اخر سؤال بقى اساله لك، هل في طرق لحد الموضوع ده؟ جزء كبير منه هو يبقى في وعي بالصحه النفسيه واهتمام بالامهات بعد الولاده، لان كتير منهم بيبقى حوادث، معظم الحوادث بتبقى في الامهات اللي جالها فصام ما بعد الولاده او ذهان ما بعد الولاده، فحصل لخبطه كبيره في عايزين نعمل حلقه عن الموضوع ده،
دي حلقه حلوه قوي. ايه فصام ما بعد الولاده؟ الذهان ما بعد الولاده. ذهان ما بعد الولاده. فممكن يجي لها تبقى هي زي الفل طول حياتها، بس عشان ولدت حصل لخبطه هنا نتيجه الهرمونات واللخبطتها، فحصل لخبطه في كيمياء المخ وضغط البيبي الجديد وقله النوم وكل التفاصيل دي، فبناء عليها عملت جريمه في ابنها اللي اتولد. يعني الحاجات دي مهم يبقى معانا الرعايه للامهات بعد الولاده بالذات اول كام شهر، علشان نتاكد اول 3 4 شهور عشان نتاكد ان الدنيا عدت بامان وسلام. الاهالي يحيطوا ولادهم اللي هي يعني الجد والجده يتابعوا الامهات لو عندهم مرض نفسي، ونشجع ان احنا نعالج، ونشجع وانه مش عيب، وان كلنا نقلل وصمه المرض النفسي ونعمل الوعي. مهم جدا الوعي، مهم بصوره كبيره قوي. صح. لازم يبقى في وعي. صح. الوعي ووعي اهم حاجه، ان احنا لنفسنا علينا حق، والنفس دي بتتعب زيها زي اي جسم في عضو في الجسم. وعايزه اقول لكم الاقوى ان لما العضو بيتعب بسبب النفسيه اصلا، يعني لو نفسيه سليمه مفيش ممكن اي عضو في جسمك يتعب. انا محتاجه جدا اعمل حلقه عن فصام ما بعد الولاده دي، يعني انا واحده من الناس ما اعرفوش، فمهم جدا علشان يحصل توعيه للناس كلها. ان شاء الله اوعدكم بحلقه مهمه جدا عن فصام ما بعد الولاده مع دكتوره صفاء. بشكرك جدا استاذه دكتوره صفاء محمود حموده، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. وبكده يكون موضوع الوصفه بتاعه النهارده الاولانيه خلصت، ولكن هناك وصفه اخرى هنتكلم فيها بس بعد الفاصل. فاصل وراجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض وصفة جديدة من وصفات مروة. النهاردة الوصفة أو الوصفات كلها توجع القلب شوية، والوصفة دي وصفة عميقة توجع قلوبنا كلنا. قصص 18 عروسة إن شاء الله في الجنة وبإذن الله هم من الشهداء. شيماء طالبة الهندسة اللي في الأجازة بتنزل تشتغل في جمل عنب علشان دراستها. رويدة اللي كانت مستنية تلبس فستان فرحها بعد أسبوعين ونزلت بيومية 130 جنيه علشان تساعد